اداره عموميه، راه كاين واحد الاستعطاف، لا راه ما كاينش مسؤول، راه كاين عندك حق انك تطالب وتستقبل، ولا ما عجبكش الاستقبال عندك الحق انك ترفع شكايه. راه السلوك المغربي وفر جميع قنوات الاتصال من اجل رفع الشكايه ولا ابداء راي ولا ملاحظات ولا اقتراحات لتحسين الاستقبال، غير هو كما قلت لك في اطار واحد الاحترام متبادل. ما بغيناش هذيك الشحال هذه ادخل اول تاخذ حقك، راه ما كاينش داك الشيء. انسان غيجي غادي نستقبلوه غادي ياخذ حقه بالتي هي احسن، وما يتنازلش الا بانت ليه شي تصرف سواء من المستقبل ولا من المسؤول انه يحضر راسو ويمشي. لا، ما يبقاش حول التواصل. حنا كجمعيات كنخلقوا واحد، كنحاولوا كنخلقوا واحد فيترينير يؤدي لنا التواصل مع بحال هاد المكاتب هادو اللي هي عندنا علاقه لصيقه به. علاش؟ لان القضاء راه ماشي جبتو انا باش غادي نتريتي واحد الشخص، لا، جبتو انا كطرف ثالث باش يضمن لي حق كطرف ثالث. هذاك القضاء انا وانت ما تفاهمناش، خصنا طرف ثالث غادي يفهم يخيط بيناتنا، اما بالقانون واما بالتي هي احسن واما بجميع الطرق. السلام عليكم جميعا، معكم المندوب الجهوي للصندوق المغربي للتقاعد جهة سوس ماسة، بدعوة من جمعية الكون المتقاعد للتنمية والتضامن الاجتماعي والبيئة. تجي المشاركة ديالنا في تخليد الملحمة ثورة الملك والشعب في ذكرى 70 من أجل، وهي مناسبة لاستحضار معاني ثورة وطنية متجددة منذ غشت 1953 تحت القيادة السديدة لصاحب الجلالة محمد السادس نصره الله. وهي مناسبة أيضا لاستحضار أرواح المقاومين نظير المجهودات التي بذلوها من أجل تحرير الوطن. وهو لقاء اللي هو تواصلي بامتياز، تيجي في سياسة القرب التي ينهجها الصندوق المغربي التقاعد منذ سنوات، والذي يسعى إلى تجويد الخدمات المقدمة للمرتفق الزبون.